السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا لسه مستمرين في سلسلة الأبراج، وطبعا انتوا عارفين كل برج وليه كلام تاني غير البرج اللي قبله. طبعا النهاردة هنتكلم عن برج الميزان. برج يعني ليه حدوده جدا. قبل أي شيء طبعا احنا أتمنى من ربنا إن انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ودايما تعليقاتكم مستمرة طبعا هي اللي بتشجعني ان انا اكمل في اي شيء. طبعا احنا ما ننساش الدعم لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا ينصرهم باذن الله. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، يلا بينا. انت تعرف يا صاحبي ان البرج ده، برج الميزان ده، ليه حدود وليه كلام شديد جدا مع اي برج تاني. يعني كلامه بمعنى اصح ستريت، دايما حاسب كلامه قبل ما يقوله، حاسب كل شيء قبل ما يخطي الخطوة. هو حاسبها وعارف الخطوة دي هتوديه على فين او هتجيبه فين بالظبط. اعرف ان البرج الميزان ده هيحب وهو ماشي على خط مستقيم، هيمشي من على الخط ده وانت عارف ان نهاية الخط ده نهايته موقع صح، او دخل قصة صح. لو انت بتتكلم عن البرج ده اعرف ان البرج ده زي برج ده زي البرج ده، بس البرج ده مش بيلف ويدور زي اي برج تاني. لا، لا، ده البرج ده ستريت، وان كلامه ستريت في كل شيء. اعرف ان زي ما بيحب هو بيكره. هو مفيش برج ما بيحبش بس وما بيكرهش بس، بيحب وبيكره. بس بيكره اللي ما بيمشيش في نفس الطريق بتاعه، اللي ما بيكملش معاه لغاية من الطريق كله. تمام. لو انت مرتبط بحد، او انت لو مرتبطة بحد وما مشيش معاكي الطريق من اوله لاخره، اعرفي ان الشخص ده لعبي، او مش هيكمل معاكي الطريق للاخر. لو انت برضو نفس الكلام، قابلت بنت وابتدت معاك الطريق وما كملتش معاك الطريق لاخره، اعرف ان في حاجة بتبعدكم عن بعض. ليه؟ طبعا برج الميزان مش زي برج السرطان، مش زي برج الاسد، مش زي برج العقرب، مش زي برج الحمى، مش زي برج القوس، مش هي... الجوزاء، مش هيبقى زي اي برج تاني. برج الميزان هو عارف ودارس كل شيء قبل ما يخطيه. هو عارف سلبياته زي ايجابه. ده مزاول ده. ليه هو عمله سلبياته زي ايجابه؟ لان ده برج الميزان. ميزان يعني كفتين متساويين في كل شيء، كفتين متساويين في كل شيء. ان ده برج ميزان، برج واقعي، برج ستريت في كل شيء. هو بيحب زي اي برج. هو بيحب وبيكره، وبيبقى ليه كل شيء، زي ما بيكره زي ما بيحب، زي ما بيعمل اي شيء قصة تيته في حياته. واللي بيقابله وما بيكونش معاه في نفس الطريق بيبعد عنه في أسرع وقت. في أسرع وقت ما بيكملش معاه خطوتين بالظبط. في كلام كتير يقدر نتكلم معاه وفي كل شيء، بس أنا طبعا بختصر لكم الموضوع في كلمتين مش أكتر. طبعا احنا وقت الفيديو ما يستحملش ان انا اطول مع اي برج، عشان طبعا الناس ما تزهقش مني. وبحب اختصر الكلام عشان الناس كلها تبقى عارفة ان كلامي ستريت وواضح. كلامي
زي ما انا صح زي الجنيه الذهب. برج بيتكلم عنه سلبياته وايجابه وكل شيء، ما بنحبش نطول، ان هو في حاجات تانية وفي قرارات الواحد ما بيعرفش ياخدها مع اي شيء، سواء حب او سواء اي شيء. لو انت شايف نفسك ان برج ده، بص يعني انا اتمنى من ربنا ان كل الابراج طبعا ترتبط ببعضيها، بس اقدر اقول لك ان في ابراج ما بتكملش مع بعضيها كل شيء. في برج بيبعد، في برج بيكره، في برج مش متوازي على خط مستقيم، في برج بيبعد عن التاني. اتمنى من ربنا ان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. ودي طبعا نهايه حلقتنا. اتمنى من ربنا ان انتوا تدعموني باللايك والسبسكرايب وكل حاجه حلوه بالنسبه لكم، وشكرا لكم.